يا صباح الفل والورد والياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسيش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو انت مشتركه في القناه ما تنسيش تكتبي لي كومنت حلو وتعملي اللايك يا الحلو منك. النهارده بقى انا جايلكم فيديو جميل. كان الفيديو ده كان يوم الجمعه. انا كنت عند ماما، انا واخواتي بقى كده متجمعين. ما بنتجمعش الا كل فتره يعني، فهو يوم حلو قوي فبنتجمع. وقلنا بقى ايه اجيلكم في فيديو حلو واصوره معاكم واشارككم معاكم يومي. آه كنا بقى ايه معزومين كده على رنجة واكل على البحر كده في وسط بقى الخضرة وعلى البحر بقى وجو جميل. فاحنا كده جايبين رنجة ما شاء الله، جايبين كمية حلوة. فاحنا كده ايه فحرنا فحرة تمام، وولعنا كده شوية خشب وحطينا شوية من الفحم، والنار بقى هديت كده معانا وصفيت كده، ورحنا حاطين الشبكة دي بنشوي عليها. يا جماعة الشبكة دي نضيفة، احنا بنشوي عليها. حطينا الشبكة بالشكل ده وبدأنا نحط الرنجة بتاعتنا عشان تنشوي. يا سلام بقى على الطعم والريحة، يا سلام. احنا كده بقى بنقلب الرنجة. الرنجة بص ما بنهدرش منها اي لحم، شايفينها شكلها عامل ازاي. ما بنيجي نشوفها في الصينية بتلاقيها بتطلع اللحم في الجلد، لا ده الجلد تحس ان هو بيسيح، ما فيش اصلا جلد اصلا بيبقى ظاهر، بيسيح. والرنجة بتنشوي زي ما انتوا شايفينها كده بالشكل ده. انا عايزة اقول لكم على ريحتها، كانت تحفة، ريحتها حلوة قوي. احنا بنحطها بقى على الشبكة دي بتنشوي، وبعد ما بتنشوي بقى نشيلها كده في صينية. ونظبطها بقى، نحط عليها ليمون بقى وزيت وبنظبطها. انا عايزه اقول لكم اليوم ده كان يوم حلو قوي، وبتبقى لمه حلوه وعيالنا بيبقوا فرحانين ومبسوطين، بيبقى يوم حلو. والله يبارك لها امي، هي اللي منورانا ودايما فاتحه البيت كده، ويا رب دايما يبقى مفتوح بحسها يا رب ويبارك فيها. هي اللي دايما مجمعانا. دلوقتي بقى الرنجه بتاعتنا انشوت، بنشيلها بقى بالمساكه نحطها في صينيه، نحط بقيه الرنجه بتاعتنا تنشوي. في الصينية دي بقى هنحط عليها ليمون وزيت وايه ونظبطها كده. شوية رنجة فاخر من الاخر، يعني فاخر من الاخر. آه احنا بقى نحط بقية الرنجة بالشكل ده، تنشوي بقى على النار. وبعد ما تنشوي الرنجة هنسيب النار بقى تروح على الارض والفحم وكده، لا، هنعمل عليهم بقى شوية شاي فاخر من الاخر برضو. يعني الرنجة فاخر من الاخر والشاي فاخر من الاخر. فدلوقتي بقى احنا ايه شوينا الرنجة. تعالوا بقى اوريكم بقى منظر حلو كده على البحر. قلت بقى اشارككم اللحظة الحلوة دي، واوريكم بقى البحر والشجر والجو الجميل ده. احنا بقى قاعدين على البحر كده، والناحية التانية فيه الخضرة بقى والجرجير والخس، يا سيدي يا سيدي على الجمال. تعالوا بقى شوف الاكل بتاعنا الحلو. بطاطس، وعاملين بتنجان بدقة، والرنجة بتاعتنا برضو لسه بقيت الرنجة لسه بقى بتنشوي على الفحم. وده الخس والجرجير الحلو اللي انا جبته. ايوه هو ده الجرجير اللي انا جبته. والخس بتاعنا حلو قوي، الخس ده طعمه مسكر وجميل عشان امي هي اللي زرعاه. شفت امي تلقى مش شاي في البراد، نعملش كشري في البراد ودي بقى هنحط السكر في الكوبايات اهوت. نحط السكر بقى ونحط شويه نعناع. اختي بتقول لكم انا هحط عليه نعناع، قالت لي لازم اوريهم النعناع وانا بحطه. فقلت لها مفيش مشكله صوركم بتحطي النعناع. حطت النعناع في البراد، ونشيل الشاي بقى بتاعنا ونصبه في قلب الكوبايات. وشويه شاي بقى يظبطوا الدماغ، ولا تقولي لي قهوه ولا تقولي لي شاي كشري، ولا هم دول شويه الشاي الصح بقى. شايفين لون الشاي والريحة والطعم تحفة. طبعا مش هنسيب شوية الفحم يروحوا على الأرض، لأ، لازم نحط برد الشاي. أبويا الله يرحمه هو اللي كان دايما معلمنا كده، ودايما كان بيعمل لنا كده بعد المشويات والأكل لازم يحط لنا البراد ويعمل لنا شوية شاي يظبطوا دماغنا وكده. عايزاكم بالله عليكم تدعوا له بالرحمة والمغفرة ويرحم أموات المسلمين.
كان دايما مفرحنا ولممنا يعني الله يرحمه ويسامحه ويغفر له. ادعوا له بالله عليكم بالرحمة والمغفرة، لأنه هو اللي كان بيخلينا نتجمع ونتلم اللمة الحلوة دي. ربنا يبارك في أمي، هي برضو اللي بتلمنا اللمة الحلوة ديت و... وهي اللي لينا. ربنا يبارك في عمرها يا رب. أنا أوريكم بقى اللحظة اللي أنا بقطع منها الجرجير، عشان أنا أصلا بحب المنظر ده وبحب اللحظة دي. بحب الشكل، الحاجة اللي ربنا خلقها لنا كده بتبقى شكلها جميل قوي. يعني انا بحبها عشان هي شكلها جميل، وبحب انا اقطع الحاجة دي بايديا، ببقى مبسوطة وفرحانة بيها جدا. يعني ببقى مبسوطة بيها قوي وبفرح بالحاجة اللي زي دي. يعني بص، لو هو عودني يعني بس طالع في الارض ببقى فرحانة بيه. شايفين ده الكرنب لما يكبر بقى هوريكم الكرنب بقى واحنا بنجيبه بقى ونحشيه. استنوني بقى، انتظروني في الفيديوهات الجاية حلوة قوي. وده الخس بقى، شايفين شكل الخس بتاع ماما؟ خس ماما تحفة، خس كده مكبب بقى وجميل. عايزاكم تدعوا لها ان ربنا يبارك لها وما يجيبلاش اي حاجة وحشة يا رب. واعملوا لايك حلو عشان خاطر ماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.